تفتكر ليه ناس بتنجح وناس لا؟ بتستغرب وبتبقى مش عارف ايه اللي بيحصل. انا عم اجراء دكتوراه في رياده الاعمال والقصص والحكايات. النهارده هقول لك على استراتيجيه مكونه من 6 خطوات يقدر اي براند او منتج او محتوى يعملها عشان يفيرال ويعلم مع الناس. اسمع الفيديو للاخر عشان تعرف انت كمان ليه ممكن تخلي اي حاجه تفيرال. بيعملوا ايه يا عم رائد عشان ينتشروا كده من غير اعلانات؟ هقول لك يا حبيبي يا عم رائد، بس ركز معايا وهقول لك كمان الاستراتيجيه كلها، بس لازم تعرف ان هي خطوات مجربه وناجحه وبراندات كتير بتعملها. اول خطوه لازم تعملها ركز على المرح والغموض. الناس دلوقتي مضغوطه وبيروحوا للسوشيال ميديا علشان يتبسطوا. بتقول دلوقتي طب اعمل كده ازاي يا عم رائد؟ الوقت اللي احنا فيه ده يا واد المنافسه سريعه وشديده قوي، لازم تعمل حاجه تخلي العميل يسيب اللي في ايده ويركز معاه. الناس بيفتحوا السوشيال ميديا علشان يتبسطوا مش عشان يشتروا. لو عايزين يشتروا هيروحوا لجوجل. اعمل ريلزات وقصص خفيفه وكوميديه يضحكوا عليها. خليك بسيط وخفيف واعمل حاجه تضحكهم حوالين المنتج بتاعك. تاني خطوه اربط العميل بيه وقفشه، ما تسيبهوش. بتقول برضو دلوقتي طب اعمل كده ازاي يا عم رائد؟ بسيطه، فكرهم بيك كل يوم. شارك الناس قصتك ورحلتك كل يوم. كل يوم اعمل فيديو جديد ووريهم انت بتتعب ازاي، ووريهم وانت بتضحك ومبسوط وزعلان وانت خايف على صحتهم وانت بتحبهم. تالت خطوه خليهم يتفاعلوا معاك. تعمل كده ازاي؟ ما تقعدش تقول لهم تعالوا اشتروا الحقوا الخاص العرض هيخلص. سيبك من المنتج بتاعك خالص او المحتوى بتاعك، وريهم قد ايه الناس اللي بيتفاعلوا معاك بيتبسطوا وبيكسبوا. انزل اعمل تحديات في الشارع، روق على الناس اللي ماشيه في الشارع، خليهم يتمنوا يقابلوك في الشارع عشان يعملوا التحديات معاك. وقبل ما نخش على الخطوه الرابعه، لو عجبك الكلام اعمل سبسكرايب عشان عمك رائد يعرف يكمل ويجيب لك قصص وحكايات. رابع خطوه فكر بره الصندوق. الناس بتمل بسرعه وعايزين الجديد على طول. بتقول دلوقتي طب اعمل كده ازاي يا عم رائد؟ ما تكررش نفسك وما تكررش حاجه عملتها اكتر من مرتين. هات افكار من الناس نفسهم واسالهم وشوف هيقولوا لك ايه، او شوف افكار اتعملت بره وظبطها على منتجك. ما تقولش اجيب افكار منين، شغل الكمكمه هتلاقي. خامس خطوه لو حد حاول يأذيك اتبسط لانه كده بيشهرك. ايه الكلام ده يا عم رائد؟ يعني اعمل ايه؟ ما تاخدش كل حاجه على صدرك. لو الناس بتتريق عليك اتريق على نفسك انت كمان. دي فرصه عشان الناس كلها تعرف، فرصه تفضل راكب الترند شويه. سادس خطوه خلي الناس هي اللي تسوق لك. اوعى تعمل فيديو وتقعد تقول انا حلو انا جامد تعالوا اشتروا. استخدم اليو جي سي وخلي العملاء هم اللي يتكلموا حلو عنك. خد بالك الناس بتثق في بعض. الناس زهقت من الانفلونسرز اللي بيقولوا رايهم وبياخدوا فلوس. انزل صور الناس في الشارع وهم بيجربوا منتجك وخد رايهم كده من غير اي ترتيب. واخيرا يا حبيبي عم رائد، لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك وشير علشان هقول لك حاجات كتير قوي هتنفعك.